بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، ولا زلنا مع فضل العلم وطلب العلم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله: طلب العلم فريضة. قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا حديث حسن بمجموع طرقه، ويصح بهذا اللفظ على كل مسلم. أما زيادة على كل لا تصح الزيادة، ولكن المسلمة داخلة في الحكم، فطلب العلم الشرعي فريضة. هذه الفريضة قد تكون فريضة عين على كل واحد كما سيأتي معنا. تعلم العقيدة تاعك، تعلم كيف تصلي، تعلم كيف توضأ، الحج أحكام الحج، تعلم إذا كنت رايح العمرة أحكام العمرة، إذا أنت مقبل على الزواج أحكام الزواج، إذا عندك مال أحكام الزكاة وما يتعلق بها، إذا كنت تبيع وتشري أحكام البيع والشراء، وكذلك تتعلم ما يتعلق النفس وإصلاحها. هذا لابد تتعلمه. أن بعض الناس راه يظن أنك يتعلم فلان الشيخ وفلان الإمام وفلان كذا، وهو يظن نفسه أنه ليس مطالبا بالتعلم، بل أنت كذلك مطالب بالتعلم، تتعلم دينك وأن تفهم دينك. إذا كنت تتعلم أمور الدنيا وتحسنها، أمور التجارات، أمور الأعمال اللي تجيب لك دراهم وغيره، ولا تتعلم دينك، فهذه مصيبة. إذن طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أحمد علل، وأحمد رحمه الله ليس له كتاب أو لا يوجد عنده ما يتعلق بالعلل، بل ذكر هذا ابن الله في العلل المتناهية، ونسب إلى أو ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، ولكن حديث حسن لغيره. طرقه ابن الجوزي في العلل المتناهية، والسخاوي في المقاصد الحسنة، وحسن هذا الحديث السيوطي والمناوي والألباني وغيرهم رحمه الله تعالى، وذكر هذا كذلك ابن عبد البر. قال المصنف رحمه الله: اختلف الناس في ذلك، بمعنى طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ يعرف به الحلال والشيء اللي حرام، وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تزكي وكيف تحج إلى غير ذلك. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. تتعلم القرآن وأحكام القرآن وتفسير القرآن وما يتعلق بهذا، وكذلك السنة النبوية وشروحها وما يتعلق بهذا. وقالت الصوفية أي المتزاهدة: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. هو يريد الكلام هنا عن علم التزكية وعلم النفس وعلم الزهد، وأن المقصود أن الإنسان يزكي نفسه ويطهرها من الآفات، من الرياء والعجب والغل والتعلق بالدنيا، وأن يملأ قلبه بالإخلاص والصدق والمحبة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. وقال المتكلمون: هو علم الكلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. الله أكبر. هو العلم الذي يقربك من ربك، العلم الذي ينفعك ويكون سببا في تزكية نفسك وصلاحها وتطهير وصلاح لسانك وعفته وجوارحك، هو الذي هو الذي يزيدك إيمانا ويبعدك عن المحرمات. قال: والمعرفة على 3 أقسام: اعتقاد وفعل وترك. عقيدة، أفعال، وتروك. فإذا بلغ الصبي
قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. فإذا بلغ الصبي أي وصل إلى سن البلوغ والتكليف وظهرت عليه علامات البلوغ، أول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل لابد أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم العقيدة، هذا قبل أن يبلغ. ففي البلوغ يزيد الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، أي من الأعراب والأجلاف الذين كانوا لا يفهمون اكتفى منهم كلمة التوحيد ثم تعلموا غير ذلك. فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال، وهذا فيه كلام مسألة النظر والاستدلال. المهم أن أول شيء على الصبي أن يتعلم ويتعلم عقيدة ويتعلم الواجبات، وهذا التعلم ليس عند أن تعلمه قبل البلوغ، كما قيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لازم تهتم بهم الصغر، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه. من لولا تعلمه العقيدة الصحيحة، تعلمه تعظم لها ربي سبحانه وتعالى في قلبه، وتعلمه ما ينفعه، تعمل على تسكيت نفسه، تحبب لها الصلاة، أمره بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: علموا أبناءكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعلم ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، وإلى غير ذلك من أحكام. وعلم الحسن لما أكل تمرة قال: كخ لعلها من تمر الصدقة. وكان يعلم أنسا ويعلم غيره من الصحابة الصغار أحكاما كثيرة. فإذا بلغ فصار الأمر واجبا عليه. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فلا بد من تعلم الطهارة، لأن الطهارة شرط صحة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. فإذا كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه، وبلغت قدرها من النصاب وحال عليها الحول العام فوجب عليه الزكاة منها. وإذا جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. وأما التروك أي ما يترك فهو حسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب ما يحرم النظر إليه، أنا ما يشوفش، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر القلوب، فإذا خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة يصل به إلى إزالة الشك. إن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن ما لو كان تاجرا في بلد شاع به الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. هي عليه أن يتعلم العقيدة، تعلم تعظيم الله في بلد يسب فيه الله، يسب فيه، والبنت تتعلم ما يتعلق بالحياء والحشمة وغير ذلك، نفاس وهكذا. فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص بعينه، أن فرض معنى على كل واحد، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أي البعض يكفي بإذن الله تبارك وتعالى. فأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري يعني على الصحة، الطب يتعلمه البعض، والحساب، مواريث وغيرها، فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم حرج أهل البلد، أي أثم أهل البلد. إذا كان فرض الكفاية ما قاموش به البعض يأثموا قاع، وإذا قام به البعض ولم يكفي البعض يأثم الباقون.
فإذا قام به البعض وكفى رفعوا الإثم عن الآخرين. الصناعات أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة، بل الحجامة، فإنه لو خلا البلد عن حجام لا أسرع الهلاك إليهم، أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. وأما التعميق في دقائق الحساب هذا يعد فضلا أنه يستغنى عنه. قد يكون بعض العلوم مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، عموما كعلم السحر والطلمسات والتلبيسات وهو حرام. فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع. الأصل أساس، والفرع الذي يبنى مقدمات ومتممات. فأما الأصول كتاب الله، أصل العلوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآثار الصحابة. ويريد الأصول التي هي مصادر الشرع، كتاب والسنة والإجماع وما عليه الصحابة رضي الله عنهم، ويزيد علماء القياس. فهم من الأصول من معاني تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، ذهب إلى القياس. لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإذا كان جائعا أو كان ناعسا أو كان مشوشا فلا يقضي، لأن العلة الجامعة بين الأصل والفرع. والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات، تقدم قبل بعض العلوم كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعلم بعض العلوم يصير فرض، منها تعلم النحو. فكيف تفهم القرآن وكيف تفهم السنة وكيف تفهم أقوال السلف وأنت تعلم العربية ولا علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة وبيان وغير ذلك؟ فالنحو تقوم به، كيف تعرف أن هذا مرفوع وهذا منصوب، وهذه لا تترتب عليها أحكام كثيرة. وبعض أسباب الخلاف نحوية كما نرى في الطاعة وأرجلكم، كما في قوله تعالى من رؤوسكم، من تبعيضية وما يتعلق بها، والباء والإلصاق إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. لابد أن الإنسان يقيم لسانه كي لا يحرف القرآن ولا يحرف السنة. على الأقل يأخذ أصل فيه، مثلا في النحو الآجرومية مثلا، ويضبطه ويفهمه هكذا. والمتممات كعلم القراءات، القراءات المعروف ومخارج الحروف تجويد، وكالعلم بأسماء الرجال والحديد وعدالة وأحوالهم، علم الجرح والتعديل. فهذه العلوم الشرعية وكلها محمودة. فصل في علم المعاملة. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلوب، أي ما يسمى القلوب، أعمال القلوب. قال كالخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى، والرجاء ترجو ما عند الله، والإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والصدق لا تكذب. الكذب عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال إن الصدق يهدي إلى البر، إن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق طمأنينة والكذب ريب. وبين عليه أن من الأوصاف البارزة للمنافقين أنه إذا حدث كذب. والإخلاص أن تخلص لله عز وجل وغير ذلك. هذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان الثوري مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. تجده يحفظ ويتكلم ويؤصل ويأتي بالمنطق وعلم الكلام، ولكنه في الواقع قلبه خلو من الإخلاص من الصدق
ومليء بالغرور والعجب والرياء إلى غير ذلك من أمراض كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار كأن يقول الرجل أنت علي كظهر أمي، أي حرام في الظهار واللعان ما يقع بين الزوجين والسبق والرمي وغيرها، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص. الله أكبر، الله أكبر. الإخلاص به الخلاص العمل، وكما قيل إذا لم تخلص فلا تتعب، وكما قيل من طلب الحديث لغير الله مكر به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وذكر أن أول 3 تسعر بهم النار منهم من تعلم العلم ليقال عالم فاحذر، قرأ القرآن ليقال قارئ فاحذر يا عبد الله أن تتعب في طلب العلم وتحصيله وبثه، ثم يكون عليك حجة، يكون عليك وبالا، وتنتقل من أن العلم يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات فتنزل إلى أحطها إلى دركات سفلى بسبب الرياء. قال ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين، لأن في إهماله هلاكه أو هلاكه، لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص لم يكن له جواب. لماذا لا تحاسب نفسك وتريح مع روحك، تقعد تحكي معها بشكل باغية ماذا تريدين؟ الناس ما ينفعوكش، نواصيهم بيد الله عز وجل، قلوبهم بين أصبع من أصابع الرحمن، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كيف يملكونه لك؟ إن الله يراك ويعلم ما في قلبك، إن الله مطلع على قلبك، وإن الجزاء من جنس العمل. إذا أخلصت بارك الله لك. بعضهم لأبيه يا أبت لماذا إذا وعظت أنت بكى الناس، وإذا وعظ غيرك لا يبكي لا يبكون؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلاء التي مات لها الولد كالنائحة المستأجر. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. قال ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان قال هذا فرض كفاية ولقد صدق، ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به؟ وإنما تبهرج عليه النفس، لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. ولهذا بعض الناس تجده يغرب، والمنطق تلقاه يتقنه، احنا مش نقول ما تقراش، فيه تفصيل عند أهل العلم، وبعض العلوم يتقنها ولا يريد بها ذاتها، بل يريد بها أن يفوق الأقران، أن يظهر أنه صاحب علم لا يعلمه غيره، والله المستعان. واعلم أنه قد بدلت ألفاظا وحرفت، أو بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معاني لم يردها السلف الصالح، فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف الورع العفيف عن أموالهم الناصح له. فاسم الفقه كان يطلق عن السلف، كان لا يسمى الرجل فقيها إلا إذا عمل بعلمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين عن معاوية بن أبي سفيان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهنا المقصود بالفقه الدين كله وعامة الدين، ليس المقصود بالفقه الآن الأحكام الفقهية الطهارة والصلاة وغيرها، بل أن يتفقه في الدين كله والعقيدة وتزكية النفس وغير ذلك، فهذا هو المقصود. ولهذا قال الحسن
إنما الفقيه الزاهد في الدنيا. إذا كان فقيه وهو متعلق بالدنيا ومتعلق بأذيالها ومعظم لأهل الدنيا ويبيع آخرته من أجلهم فهذا ليس بفقيه. قال والراغب في الآخرة البصير بدينه، يعلم دينه ويتعلم دينه، المداوم على عبادة ربه، الورع أعراض المسلمين. فهو إذا كان ولاج خراج طعان مختاب للمسلمين فأين هذا الفقه وما ينفعه الفقه؟ قال عليه الصلاة والسلام خير خياركم أنفعكم للناس وشرار النميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنت والغيبة كبيرة من الكبائر، قذف الأعراض كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في بيت أمه. فاتقوا الله بألسنتكم واحفظوها عن المنكرات. ولهذا قال العفيف عن أموالهم الناصح لهم، أي لا يبيع دينه ولا يجعل العلم غرضا أو طريقا للأعراض والأعواض. فكان إطلاقهم اسم الفقيه على علم الآخرة أكثر لأنه لم يكن متناولا للفتاوى ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. فثار من هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على التجرد لعلم الفتاوى عملة الآخر، يحفظ الفتاوى يحفظ الأحكام الفقهية يحفظ النحو ولكن علوم النفس وتزكية النفس أن من درسها كمن أنا قاضي الكتاب يرى بلي هذا مش علم وأن هذا غير العوام يقراوه، وهذا كله من تلبيس إبليس. اللفظ الثاني العلم، وقد كان ذلك يطلق على العلم بالله وبآياته أي فخصوه وسموا به بالغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار، فعندهم العالم هو اللي يغرب. أما إذا كان إنسان مفسر ويتكلم بالقرآن والسنة ويحفظ هذا ليس بعالم. اللفظ الثالث التوحيد، الفقه والعلم والتوحيد، قال لك هذه الألفاظ والرابع التذكير والذكر، هذه الأربعة حرفت معانيها عند الخلف، وإن السلف كانوا يقصدون بها شيء وإن بعض الخلف أرادوا بها شيئا آخر. التوحيد وقد كان ذلك إشارة كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائل فيثمر ذلك التوكل. الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول وذلك من المنكرات عند السلف. فالمقصود العلم علم العقيدة، وعلم العقيدة مصادره الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة، ليس مصادره ما جاء من علم اليونان وفلسفتهم ومصادرهم العقول والطرائق المنحرفة، لا. ولهذا ما ذكروا عن التوكل هنا وترك الأسباب، لا، التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية ودفع المفاسد الدينية والدنيوية مع الثقة بالله وفعل الأسباب الصحيحة. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل، والأسباب شرك وترك فعل الأسباب قدح في العقل. اللفظ الرابع الذي يجب تصحيحه الذكر والتذكير والذكر. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو مجالس الذكر. فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القص من الشطح والطامة. بعض الناس كون يسمع كتاب علم في القصص من عبرة، إنسان يقرأ القصص من أسباب الثبات على الدين، ولكن الصحيح قصص النبوي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة وغيرها هذا ينفع، أن الله ذكر القصص، قصة نوح وقصة آدم وقصة نوح وقصة صالح وقصة هود وقصة صالح وقصة شعيب وقصة إبراهيم وقصة لوط، موسى وعيسى وهارون ويونس وسليمان وداود وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. قال فمثل هذا يضر سماعه. أما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق. أجلاف لا يفهمون
بواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك من تفكروا في الفاحشة محرمات وغيرها، نسأل الله العافية، تشتعل فيها نار الشهوة فيصيحون، وكل ذلك فساد. رأيت كلام كما تقول حضرات تاع بعض المتصوفة، ويبدأ تبدأ الناس تتوغ وتزقي وتبين أنها محبة وهي تريد التعلق بالدنيا والصور، وكل بدعة ضلالة. وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى، وفي هذا ضرر عظيم. قد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم، وأظهر مثل هذه الدعاوى اللفظ الخامس الذي يصحح الحكمة. الحكمة هي العلم والعمل به، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. قد صار في هذا الزمان على الطبيب والمنجم، ويريد سحمة باين كما ذكر الفنان القدير على واحدة في الملاهي، والغناء يسموه بغير اسمه، ثقافة ومنش عارف، والخمر بالشراب الروحي، والربا بالفائدة، وهكذا. آخر شيء قال: فصل في العلوم المحمودة. واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: الأول محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته، والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر له. علم العقيدة. القسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها في فروض الكفاية، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقساء. وكما قيل بعض العلوم يحتاج إليها احتياج الملح إلى الطعام كالنحو وغيرها، علوم وسائل وليست علم مقاصد. فكن أحد رجلين: إما مشغولا بنفسك، وهذا يشغل بنفسه وعيوبه تلقاه ساكت على عيوب الناس، والغافل عن عيوبه تلقاه نار ويتابع هذا ويغتب هذا ويذكر عيب هذا، وهذا والعياذ بالله كله من الخذلان، وكله والعياذ بالله من الغفلة. أما الصالح كما كان يذكر لبعض السلف: لماذا لا تتكلم عن الناس؟ قال: أنا لم أرضى عن نفسي، فكيف أتكلم عن غيري؟ وكما قيل: من لم يشتغل بإصلاح نفسه ماذا؟ اشتغل في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحدكم يرى القذاة النقطة في عين أخوه ويترك الجدع في عينه، فيرى عيبا صغيرا يعظمه ويكبره ويزيد عليه ويهتك به عرض مسلم وهو عنده العظائم والبواء. ولهذا يقول: إما مشغولا بنفسك، وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك. وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك. وهنا يريد عن الناس والإحسان إليه، فبعض الناس يشتغل بالناس وينسى نفسه، كالشمعة تضيء على الناس وتحرق نفسها. واشتغل بإصلاح قلب وتطهيره من الصفات الذميمة، أن أغلب أعمال اللي يديرها الإنسان، أغلب الأقوال اللي يديرها الإنسان ومواقف الإنسان تابعة القلب. إذا كان القلب في الإخلاص وتعظيم الله ومراقبة الله، الإنسان نهج بذكر الله وتعظيم الله. قلب خاوي تلقاه يسب ربي، يسب الدين، فارغ تلقاه، وهكذا البصر. ولهذا قال: وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات. فإن لم تتفرغ من ذلك، ما فرغتش نفسك من هذا الشيء، فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك. أي لم تفرغ لفروض العين، إياك أن تشتغل بالكفاية عنه، فإن مهلك نفسه بطلب صلاح غيره سفيه، ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره. هو دخلت العقرب في الثياب تاعه بغى يثلثغه، هو راح الواحد يوخر عليه في الذباب وخليته في العقرب تحته. فإذا تفرغت من نفسك وتطهيرها بعد ذلك بعيد وطويل،
فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك، فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعلوم القرآن من تفسير وناسخ ومنسوخ، من التفسير وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت، ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غير لغيره، فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. معناه ما يقولكش تقعد غير من وانت تلحن في عقيدتك وما تعرف تصلي، فخذ أصول العلوم ثم لما تخصص. آخر فصل نختم به: في عالم لم ينفعه علمه، واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهات منبع الأخلاق المذموم. يناظر الناس ويجادلهم، تلقاه يجادل فيسبوك ويناقش منا غير يظهر نفسه ويغالب غيره، ولا يصنع صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنه وعجب بنفسه لارتفاع على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء، لأن جمهور مقصود المناظر اليوم على الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة، كحسن اللفظ وحفظ النوادر، يحفظ غرائب صحبك يناظر يبين للناس بلوحية كبيرة. قد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. الحديث فيه مقال ولكن معناه صحيح. الدرس القادم إن شاء الله باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة، وفقني الله وإياكم.